كانت هناك فتاة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات تشارك في أولمبياد الكبار، ومع بداية السباق دوت أصوات الطبول، وانطلقت الفتاة الصغيرة فوراً نحو القمة. قفزت على عمود وتسلقته بيديها وقدميها، بينما اختار المتسابقون الآخرون تسلق الحبل. وصلت الفتاة إلى قمة العمود وهزته بقوة لتحاول الوصول إلى المنصة أولاً، ثم قفزت إلى المستوى الثاني وتمسكت بالعصا المعلقة وقلبت جسدها وقفزت عليها محافظة على المركز الأول. لكن بسبب ساقيها القصيرتين كانت مختلفة عن الآخرين في القفزة التالية. حين قفزت امرأة إلى الأعلى على أرجوحة، نزلت الفتاة الصغيرة وتجنبتها بخفة، ثم نهضت بسرعة وقفزت من المنصة قبل أي أحد آخر وسقطت في البحر. بدأت بالسباحة حتى وصلت إلى الشاطئ. هناك امتطت حصانها الأسود وانحنت بقوسها وأطلقت السهام مباشرة نحو نقطة الدخان الأزرق. رفع الحكم العلم وهتف الجمهور لها بحماس، لكن اللعبة لم تنتهي بعد. دخلت الفتاة المرحلة الثانية وأطلقت سهما آخر نحو الدخان الأزرق، وبينما كانت تنظر إلى الوراء لتتفقد موقع منافسيها، اصطدمت فجأة بفرع شجرة وسقطت عن حصانها. وفي تلك اللحظة تقدم عليها الآخرون. نهضت بسرعة ورأت طريقا مختصرا فانزلقت عليه حتى وصلت إلى حصانها مجددا، واستطاعت أن تكون أول من يصل إلى الجولة الأخيرة. أخذت الرمح واستعدت للفوز بالبطولة، لكن فجأة أوقفها الحكم ورأت المتسابقين الآخرين يفوزون بالكأس. شعرت الفتاة بحزن شديد، ثم جاءت والدتها إليها وقالت لها بلطف: إذا أردت أن تكوني محاربة حقيقية فلا يجب أن تسلكي الطرق المختصرة، عليك أن تسيري في الطريق الذي يسلكه المتسابقون.